جريمة قتل داخل مسجد أبي بكر الصديق في حي 720 مسكن بعين النعجة مع صلاة الفجر. راح ضحيتها عمي حسان قرفي رحمه الله، الذي يعتبر أحد المواظبين على دروس الشيخ مصطفى السني، ومن المتنافسين على الصفوف الأولى بمسجد الهدى عين المالحة. إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا عم حسان لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن لله وإنا إليه راجعون. وقيل أن المشتبه فيه أو القاتل مضطرب نفسيا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا وشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الخالصة لأهله ولذويه.